إيقاف جميع الهواتف الأجنبية بتركيا ابتداء من 1/5/2026. يا جماعة هذا القرار منه جديد، هذا كل سنة بينعاد نفس الحكي، بس ولكن السنة صار في إجراءات أكثر من الهيئة المنظمة لهالأمور اللي هي BTK، وعم تحارب موضوع تهريب الأجهزة الأجنبية من برا وتخلي الناس تشتري أجهزة من تركيا. ومثل ما بنعرف نحن الأجهزة بتركيا كتير غالية، فنحن كأجانب يا اما بنجيب جهاز من برا معنا يا اما أجهزتنا موجودة معنا من قبل. فنحن مسموح لنا بالسنة 120 يوم على كل IME اللي هو السلوت تبع السيم كارد، الإيميل اللي نحن بنسميه، مسموح لنا 120 يوم بالسنة. فنحن إذا موبايلك بيدعم 2 سم فيك تستخدم أول سم 120 يوم وتاني سم 120 يوم، بعدين بيوقف لأول السنة بيرجع بيفتح من أول وجديد. ولكن القرار اللي صدر جديد والأمور اللي عم تطلع والحكي اللي صار له يومين هو بخص بعض الناس اللي عم تتلاعب على فكرة إنه نفس IME يفتحوا عليه أكثر من موبايل. فهذا اليوم الشبكة صارت تقدر تتعرف عليه وصارت تقدر توقفه. فنحن اليوم كأصحاب موبايلات أجنبية 120 يوم خلصوا، قلبت على السيم كارد الثاني حيوقفوا بعد 120 يوم، وبتنطر ل1/1 من السنة اللي بعدها لترجع تفعل موبايلك.